السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده ان شاء الله باذن الله هعمل لكم عجة. عجة بالبصل والبقدونس والخضرة والحاجات دي، وهعملها لكم في الفرن. هوريكم هعملها ازاي. انا اول حاجة هبتدي بيها البصل. انا حطيت البصل في الكبة وهضربه في الكبة، وبعد كده هرجع لكم تاني. ودلوقتي احنا حطينا البصل خلاص، حطينا في الحله معلقه زيت او معلقه سمنه، وممكن معلقه زيت على معلقه سمنه، وتروحوا حاطين البصل وتقلبوه لغايه ما يصفر، وبعد كده هنحط عليه توم. وبعد ما نحط عليه التوم ونقلبه لغايه ما يحمر هقول لكم بعد كده هنعمل ايه. ودلوقتي حطينا فلفل في الكبه عشان انا بحبه سبايسي، وهحط بقى خضره كمان. هضرب الخضره والفلفل مع بعض وهرجع لكم تاني. وخلاص البصلايه اهي بقت لونها وردي، وبعد ما لونها وردي هنحط عليها الثوم. حطينا الثوم وهنحمرها شويه لغايه ما تحمر قوي هي والثوم، وبعد كده هقول لكم هعمل ايه. دلوقتي ديت البطاطس، هنحط عليه بطاطسايه كده سلقناها الاول، وبعد كده نحطها في الكبه تتفرم شويه. دلوقتي حطينا 5 بيضات وهنقلبهم كويس، وهنحط فيهم بعد ما نقلبهم هنحط ملح وفلفل اسود وكمون، وهنقلبه تقليبه كده سريعه، وبعد كده هنحط هنحط الفيجيتار والدقيق. دلوقتي ضربنا البيض وحطينا عليه فلفل اسود وكمون وكزبره وقلبناه كويس، وهنحط الفيجيتار اهو. بعد ما حطينا الفيجيتار وقلبناه كويس هنحط بحط دلوقتي معلقه دقيق اهي، عشان يعني يبقى تقيل، يبقى مركز كده. هحط معلقه كمان، ونفضل نقلب بقى لغايه ما ما الدقيق يفك منه. ودلوقتي خلاص حطينا البصل اهو وهنقلب كويس، وبعد كده هنحط القوطه وهنقلبها. وبعد كده حطينا شويه قوطه كده عملناهم، بس ما تعصرهاش، يعني خلي القوطه قطع صغننه خالص، عشان لو اتعصرت هتخلي الحاجه تفك منه. فهنخليها كده، وبعد كده خلاص قلبناها تقليبه اهي. هنحط بقى الخضره بقدونس وكزبره، وهنقلب برضو تاني. وخلاص حطينا البطاطس اهي وقلبناها. هي بطاطسايه واحده انا حطيتها او بطاطسيتين، بعد ما تعملوهم في الكبه بتروحوا حاطينهم وتقلبوهم معاهم، وبعد كده هحطها في الصينيه واحطها في الفرن بس. دلوقتي طلعنا الصينيه من الفرن اهي. بصوا شكلها جميل ازاي واحمرت حلو، يعني حلوه بسم الله ما شاء الله، وريحتها جميله جميله جميله. وهقطع لكم برضو حته واحطها في القطعه كده، واحطها في الطبق وتشوفوها. دلوقتي احنا بنقطع بقى الصينيه، هنقطعها قطع وهطلع لكم قطعه دلوقتي هوريها لكم في الطبق، وان شاء الله هتبقى على التقديم بقى بعد كده على طول. بصوا بقى هي شكلها عامل ازاي في الطبق، والله العظيم تحفه، جميله جميله جميله، وريحتها خرافه والله. يعني اعملوها وجربوها وان شاء الله هتعجبكم، واشوفكم ان شاء الله كده في وصفه جديده ان شاء الله.